عايز افسخ الخطوبة علشان مش مرتاح، بس هي متعلقة بيا جامد وبتعيط جامد وبتتعب وحاسس بالذنب. اعمل ايه؟ ما ينفعش ان انت تتجوز واحدة علشان حاسس بالذنب تجاهها. يعني الموضوع مش منطقي، لانه بعد ما انت هتتجوز وتبقى عملت اللي عليك، لو فضلت تعبان وفضلت العلاقة مش مرتاحة ما ممكن يؤدي لطلاق. فأنهي الأحسن؟ خراب بيت وأسرة ولا نهاية خطوبة؟ فأكيد نهاية الخطوبة أحسن. هل ده معناه إن إحنا بنشجع يا جماعة اخطب وفركش اخطب وفركش؟ مش ده الهدف يا جماعة. بس وارد انه الواحد يخطب ويلاقي ان العلاقه مش مناسبه فما يكملش. وده اصلا الهدف الاساسي من الخطوبه، هي فتره تعارف قبل الجواز. ليه ما بنتعرفش نتجوز؟ يلا مساء الخير يلا نتجوز، علشان نعرف ان الشخص دوت مناسب، عارفين نتعامل وعارفين نتعايش مع بعض قبل ما نكون البيت والاسره ويكون في اطفال ونهد المعبد على الناس اللي فيه. فده الهدف. طيب، ازاي بقى نعملها بطريقه الاول مظبوطه؟ لان المشكله بتبقى انه البني ادم لما بيكون بيتحرك بمشاعره، اذا كان انت ولا هي، دي مش حاجه مفيده خالص، دي مش حاجه ناضجه اساسا. وبالتالي طيب، انت محتاج تعرف هو اللي مش مريح بالنسبه لك ايه. ايه اللي في طريقتها او في اسلوبها في التعامل معاك مش مناسب؟ فانت ده هيسهل عليها انها تعرف ايه اللي مش مريح عشان تعرف ايه البديل المريح بالنسبه لك. فانت محتاج تعمل الاثنين دول. تقول انا بحب التعامل بطريقه واحد اتنين تلاته، انا بتعب من الضغط باللوم والعتاب. ولو انت عندك احتياج قولي لي انا محتاجه كذا، بس ما تقوليش ما تلومنيش ان انا ما بتعمليش معايا واحد واثنين وثلاثه، وان انت مقصر معايا في واحد اثنين وثلاثه، والهجوم المستمر ده عامل عليا ضغط بخليني ان انا مش عارف اتعامل معاك. وبالتالي انت اديت اللي قدامك الطريقه بتاعتك المناسبه. هو عنده الاختيار او هي عندها الاختيار، تقبل انها تطور من نفسها او تغير من نفسها علشان تكون العلاقه مريحه وتغير من طريقة كلامها وطريقة طلبها ليك، أو إنها ترفض فبالتالي العلاقة هتفضل متعبة. فهنا خلاص يبقى أنت من حقك إن أنت تنهي العلاقة. طيب الناحية التانية، هي دلوقتي متعلقة بيا وإن أنا هي بتتعب جدا وبتعيط جدا وكل كلام مش مسؤوليتك. مشاعرها مسؤوليتها. ولو أنت بترتبط بشخص، ده في حد ذاته يعني مؤشر إن نقدر نقول عليه ريد فلاج، ريد فلاج كبير. انه شخص مش عارف يتحكم في مشاعره ومش عارف يتحكم في نفسه، مش مؤهل لان هو يبني بيت واسره ويبقى عنده شريك للحياه. لانه دايما هيبقى بالنسبه لك هي عامله زي الطفل اللي انت شايله فوق كتافك وعمال بتطلع بيه في كل حته، مش عارف تتحرك غير بيه لان انت شايله، ان هو بيعرفش يعمل حاجه لوحده. وده مش مناسب انها تكون زوجه تقدر انها تعتمد عليها وتشيل بيت واسره. مهم انها تكون مستقله، قادره انها تتحكم في اهم حاجه بالنسبه لها، افكارها ومشاعرها، هي اللي متحكمه فيها مش انت. فده اللي انت بتدور عليه، ومهم انها تطور من نفسها في حاجه زي كده.